والدي دايما كان بيقول لي الله يرحمه ان الواحد كل لما بيزداد غنى، كل لما بيزداد حب للمال اكتر واكتر واكتر. وبيبقى ان هو لما بيجي يطلع المال ده زكاة او صدقة، بيبقى بيطلعه بصعوبة جدا، وبيفكر دايما انا محتاج الفلوس دي لكذا، وانا الفلوس دي لكذا، وانا الفلوس دي لكذا. وبيبقى على عينه ان هو يطلع الفلوس. وكان بيقول لي يا رب يا رب دايما دايما يخلي الواحد قلبه كده نظيف وابيض، وما يخليش المال يعمي عينيه. ولما كنا بنيجي نعمل الزكاة وبابا يخليني كده أبعت الزكاة الله يرحمه لناس معينة كل شهر، كان يقول لي خلي بالك المال ده فتنة من فتن الدنيا، فخلي بالك المال فتنة من فتن الدنيا، ويكررها لي مرة واتنين وتلاتة. ويقول لي خلي بالك مهما ظروفك كانت وحشة، مهما كنت محتاجة، مهما كان عندك مشاكل وبلاوي ومزنوقة ماديا، حاولي على قد ما تقدري ان انت تطلعي لله. ده ربنا بيشيل بيه من عليكي حاجات تانية كتيرة قوي. مش شرط ساعة الرزق بس، الرزق يا بنتي ما هواش فلوس وبس. الله يرحمه كان معاه حق، وفعلا المال ده وسيلة مش غاية. ودايما افتكروا ان مهما يكون معاك فلوس لازم تطلع منها زكاتك وصدقتك، لانه المال مش دايم، بس عملك ومساعدتك للناس هي اللي بتفضل. والله يرحمك يا ابويا، وشكرا.